يوم في حياة وانا متأكدة ان انا وحشتكوا جدا. بجد مش ببقى نفسي اغيب عنكم كتير، بس بجد الفترة اللي فاتت كنت تعبانة قوي، فيلا بينا نبدأ مع بعض. عملت ايس كوفي كده عشان اجهز للمعركة، وبعد كده غيرت ملاية السرير والشقة زي ما انتم شايفين مكركبة، لاني فعلا كان نفسيتي وحشة جدا. بدأت باول حاجة واصعب حاجة وهي المطبخ والمواعين، وخلصتهم بسرعة كده، وخلصت المطبخ عشان يكون نضيف. بعد كده دخلت على الليفنج والريسبشن، وقلت بقى لازم اديهم ترويقه عميقه كده علشان احس بفايبس كده ونفسيتي تتعدل شويه. كنت موديه بقى السجاد بتاعي دراي كلين، وبصوا بقى لميت كل حاجه حرفيا. بعد كده بدات باوضه الدريسنج، خلصتها وفرشتها وقفلتها. دخلت اجيب المعطر، فلقيت الدرج زي ما انتم شايفين كده، فقلت يلا بينا بقى كده، ورتبته وخليته فله. طلعت بقى على الريسبشن كده علشان امسحه وافرشه. بجد معطر فريده ده انا بعشقه، حرفيا بيخلي ريحه الشقه خطيره، خصوصا اللي بريحه النظافه ده، بجد ريحته بتكون رهيبه وتحسوا بريحه نظافه في البيت. ناخد بقى استراحه محارب واوريكم الحاجات الخطيره اللي انا جبتها من عند بيج نمارك علشان الشعر. بجد انا لو قلت لكم ان الاوردر ده بقاله شهر عندي وحرفيا كنت ناسيه على السفره مش هتصدقوا. اول حاجه واهم حاجه جبتها من عندها وهي البونيس ساتان ده، وبجد الماتيريال بتاعته خطيره زي ما انتم شايفين، تقدروا تلبسوه على الوشين، واكتر حاجه هتحافظ على شعرك سواء صيف او شتاء. تاني واهم حاجه وما ينفعش ما تكونش عندك وهي الفوطه المايكرو فايبر، لانها تحافظ على شعرك وهتنشفه حلوه قوي. بجد الماتيريال بتاعتها خطيره وبتخلي شعري ينشف في اقل من 5 دقايق. نيجي بقى للمشط الخشب، وحرفيا ده اكتر حاجه صحيه هتستخدميها لشعرك، لانه بيفرد الشعر بسهوله جدا ومش بيقطع الشعر، وكمان تقدري تسلكيه بكل سهوله. ده غير ان الماتيريال بتاعته خطيره. نيجي بقى لاخر حاجه وهي التوكل ساتان، وعايزه اقول لكم بجد التوكل ساتان دي خطيره، مش بتقطع الشعر خالص. ده غير ان هي هتحافظ على شعرك وقت النوم جدا. كل الحاجات الخطيره دي جبتها من بيج نمارك بسعر خطير جدا، هسيب لكم الاكونت تحت الفيديو. ندخل بقى على المعركه بتاعتنا. دخلت بقى على الليفنج كده علشان امسحه وخليته كده بيلمع زي ما انتم شايفين. صراحه انا من اكتر الناس اللي مش بتحب الروتين وبحب اغير في بيتي دايما، فقلت بقى هغير السجاده كده واحطها الفاتحه بدل التانيه، وديت التانيه دراي كلين. دخلت بقى على المطبخ كده، وكمان اديته ترويقه عميقه حرفيا، غسلت الرخامه وغسلت كل حاجه، بس نسيت اصور ليكم. كمان بقى قلت اغير سجاده المطبخ، كمان انا عندي سجادتين بغير فيهم للمطبخ وكمان الليفنج. نيجي بقى لاخر فقره وهي احلى فقره، وهي رش المعطر يا جماعه. دخلت بقى عشان اخد شاور كده، بس شكل المشايات دي ما كانش عاجبني خالص، فقلت بقى لازم اديهم غسله محترمه كده ومش هياخدوا وقت، وخدت كمان في طريق الحمام وخلصته الحمد لله. نيجي بقى لفقره الشاور كده، وحقيقي يا جماعه دي اكتر فقره كلنا بنستناها بعد يوم طويل ومتعب. يا جماعه المخمريه دي لو رحتوا مرسى مطروح لازم تجيبوها من معصره فيرجينيا، بجد خطيره، وهتحسوا فعلا ان انتوا ريحتكم ريحه نظافه. اخدت الشاور بتاعي وكمان عملت حمام كريم لشعري. طبعا بعد المعركه دي مش هعرف اعمل اكل خالص، فطلبنا بقى كريب من ميكس كده. كده اليوم بتاعنا يكون خلص، استنوني في يوم جديد.